في نوفمبر سنة 2024 في بنوتين اختفوا من شوارع هونج كونج، ولكن للأسف بسبب إنها مدينة كبيرة جدا محدش حس بيهم ولا اهتم بيهم. مصيرهم هما الاتنين هينتهي على ايد واحد من أبشع وأعنف الشخصيات الموجودة في هونج كونج. في الحقيقة القضية دي بتعرفنا على واحدة من أبشع القضايا أو أشهر القضايا اللي حصلت في هونج كونج. ايه اللي حصل بالظبط لساماتي ولورينا، وايه اللي حصل لهم بسبب روريك، وايه اللي حصل بالظبط ورا أبواب شقة 3109 أو 3109. القضية دي بتوضح عيوب كتيرة جدا في الأمن والنظام الموجود في هونج كونج. وديسكليمر يا جماعة، اللي بيقرف القضية دي بحاجات مقرفة. اوكي صباح الخير او مساء الخير من اي مكان بتتفرجوا فيه عليا. انا اسمي كريبي ندى، اللي ما يعرفنيش انا بقدم محتوى قصص وجرايم، واللي يعرفني ازيكم عاملين ايه. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في قصه النهارده. قضيه النهارده غير قضايا كتير من اللي حكيتها. قضيه النهارده هتاخدنا المكان في هونج كونج. هونج كونج يا جماعه معروفه انها مدينه كبيره جدا وزحمه قوي، فيها سياح كتير، ولكن عايزه اقول لكم ان هونج كونج واحده من المدن اللي المباني بتتكدس فيها. يعني مثلا في معروفه هناك بالبيوت اسمها كيج هوم، يعني البيوت معموله كانها قبر بالظبط. يعني البيوت دي معموله متر في متر، وحرفيا ممكن يعيش فيهم شخصين، عيله تعيش جوه المتر في متر ده. نظام العمارات اللي بتبني هناك حرفيا زي كده، ان العماره بتتبني ضيقه قوي وتسع ناس كتير. فانت لو عايز تروح تعيش هناك في هونج كونج تاخد تيشرتين وشنطه ظهر كده، وانت بقى وحظك بقى حمام تحطها الشنطه، تقعد في الخن في الكورنر كده، بس كده. دي حاجه من الحاجات اللي صدمتني قوي في هونج كونج. عايزه اوضح لكم عشان اللي مش فاهم متر في متر. عارفين يا جماعه مكان ركن العربيه اللي بيبقى بالخطوط ده مثلا عند المول او حاجه؟ المنطقه دي شقه بني ادم. فكروا فيها، المنطقه دي عباره عن شقه انسان او اتنين شخصين، عايش اكل واكل نايم شارب طابخ داخل الحمام فيها. معروفه كمان هونج كونج انها غاليه جدا، وفي حاجه من المساوئ اللي فيها انها على جزيره، فبيجي لها كتير مهاجرين غير شرعيين، ومنهم الاندونيسيين، ودول اللي هنتكلم عليهم في قضيه النهارده. كمان بما انها يعني مدينه كبيره وغاليه قوي، في منهم الاغنياء، واللي هنتعرف عليه واحد عنده 29 سنه واللي اسمه روريك جوتنج. سنه 2014 ساعتها روريك كان على محافه عمر ال30، وتعين ان هو يبقى مدير بنك في هونج كونج، وده معناه ان هو بيقبض مبلغ كويس جدا لمقارب 40,000 دولار في السنه. روريك كان جاي من عيله مريحه جدا ومكان مريح وناس مرتاحين ماديا. اهله لسه عايشين في جنوب لندن، واللي كانوا اتجوزوا 1984، وبعدها في سنه 1985 جابوا ابنهم الاول. بابا كان مهندس في شركه كبيره، وكان عنده حب رهيب للموتوسيكلات والموتوسيكلات القديمه العتيقه. مامته كانت بتمتلك كافيه، وكانت بتقدم فيه ميلك شيك مشهور في المنطقه اللي هم عايشين فيها بالستايل الامريكي. عايزه اقول لكم ان هم كانوا مرتاحين وكويسين جدا ماديا، وكانوا عايشين في قصر من 3 ادوار في لندن. ولكن الغنى ده كانوا يضحوا بشويه من فلوسهم عشان يدخلوا اولادهم 2 مدارس برايفت. روريك دخل مدرسه والب، وكانوا دايما المدرسين بيوصفوه ان هو تشابي، يعني تختوخ كده وغريب وشخصيته غريبه ومحدش بيقرب منه. وكمان بسبب الاسلوب ده يا جماعه ما كانش عنده الطبيعي انه ما كانش عنده اي اصحاب. بعد ما خلص المدرسه دخل الجامعه، واللي كلفت اهله ساعتها 40,000 دولار في السنه. وبعدها قرر ان هو يخش جامعه كامبريدج في الحقوق والقانون. معلش يا جماعه بس انا قلت بيقبض في اول الفيديو خالص بيقبض 40,000 دولار، لا يا جماعه هو بيقبض 400,000 دولار في السنه. 400 مش 40. معلش انا اسفه، في صفر ضاع. معلش. بعد ما خلص دراسه في الجامعه، فلوس اهله ومعارفهم كانت في محلها، لان هو قدر ان هو يتعين بوظيفه كويسه في بنك في اول وظيفه ليه. الاول اشتغل في بنك باركليز، بعدها اشتغل في ميريل لينش، وبعدها قرروا ميريل لينش ان هو يبقى المدير بتاعهم في فرع هونج كونج. وبكده يا جماعه قدر ان هو يقبض 400,000 دولار في السنه. احسبوها شوفوا هيقبض كام في الشهر. وده كله يا جماعه بسبب معارف وشخصيته واهله وناسه ومعارفه. وبسبب ان هو بيقبض كويس قرر ان هو يأجر شقه 3109 او 3109 في اكبر واطول بنك في هونج كونج. بس طبعا يا جماعه بسبب المرتب العالي بيجي ساعات شغل كتير جدا غير محدوده، وان هو لازم يبقى متاح حتى في ايام الاجازه. وطبعا بيجي قرارات صعبه كتير ووقت صعب وضغط كبير. عادي يا جماعه نقبضهم، بس مكان نفكر في الضغط والكلام ده كله. خلينا نتكلم جد. انا متاكده ان الفلوس حلوه وبتعمل الانسان كل اللي هو عايزه، ولكن مش هتبقى حلوه لو الانسان مش مرتاح، لو الانسان مخنوق، لو الانسان مش عارف يصرفها في ايه. ما تقولوش الفلوس بتحل كل حاجه، الفلوس ما بتجيبش سعاده. ولو هيقولوا يا جماعه هاتولي فلوس وانا هعيط بالدولارات، انتوا ما تعرفوش يعني معنى الواحد يبقى حزين ومعاه كل الفلوس وكل حاجه ومش عارف يعملها. تعالوا نكمل قضيه النهارده. روريك بسبب كتر فلوسه وكتر ضغطه
ما كانش عارف يستمتع بحياته، ما كانش عارف يعمل اي حاجه، وكان دايما بيشتكي لاهله واصحابه وكمان خطيبته ان هو مخنوق وقرفان ونفسه ينهي حياته. وبسبب الموضوع ده يا جماعه علاقته مع خطيبته القديمه ما نجحتش وما قدروش انهم يكملوا. سنه 2010 روريك حب زميلته في بنك باركليز اللي اسمها ساره. كل اللي كان بيقعد مع ساره بيقول انها حساسه وجميله ورقيقه واللي يقعد معاها لازم يضحك. هما الاثنين حبوا بعض، ولكن فجاه وهم في نص الشغل جالها عقد في بنك في نيويورك. طبعا بما انه المبلغ اعلى هي قررت انها توافق. بعدوا عن بعض وانفصلوا، وفي الوقت ده هي حبت واحد تاني وارتبطت بيه. هنا روريك قرر ان هو عشان هو مريض نفسي يفتكر ان هي كده بتخونه ويفقد اعصابه. طبعا ساره عشان لسه في حب ليها وتقدير لروريك في قلبها قررت انها تنزل نيويورك وتحاول انها تصلح علاقته بيها وتحاول انها تعطف وتلطف الدنيا. ولكن يا جماعه هو اول ما نزل الطياره قعد يتخانق معاها وبقى عنيف وبقى مش كويس وبيشتم. طبعا هي قررت في لحظتها الطياره اللي بعدها على طول هترجع بيها ومش عايزه تكمل معاه. بعدها اتخطبوا عن بعد وابتدى ان هي في نيويورك تتكلم معاه وهو في لندن يتكلموا مع بعض. ولكن علاقتهم كانت بالسوء لان هو مش قادر يتخطى فكره انها حبت راجل تاني غيره وان هي اكيد خانته. موف اون يا عم. سابوا بعض وهو راح بقى على هونج كونج. في الفترة دي بكل إنجازاته وكل فلوسه ده كله كان بيصوره وبيحطه على الفيسبوك وعلى الانستجرام عشان يوري لها اللي هو يعني لو كان خيرا لبقى واللي عشان انا احسن منك فانا بقيت اغنى منك والكلام التلقيح ده. كل الناس كانت بتشوف بوستاته قد ايه هو مبسوط، قد ايه هو بيخرج، وقد ايه هو فرحان. وفي الوقت ده اتعرف على خطيبته الجديده او حبيبته الجديده يعني، واللي كانت معروفه دايما وباينه في البوستات بتاعتهم. شهر 5 سنه 2014 من كتر الاثنين بيحبوا بعض وانتوا بتشوفوا بوستات بتلاقوهم دايما بيعطفوا ويلطفوا وبيحبوا يولع في الذره وبيحضنوا بعض وهي لابسه مجوهرات كتير جدا وتحس ان هو الله العلاقه دي انا بحبها قوي، العلاقه دي انا نفسي فيها. ولكن اللي ما تعرفوش يعني ان روريك مخبلها حاجه عميقه وحاجه مخيفه جدا جواه. هو شخص قلنا يا جماعه انه مريض، عشان هو مريض ومش كويس والفلوس بتعمل مصايب. ابتدى يا جماعه ان هو مش عايز يحب واحده بس، هو عايز يحب 3 أو 4 بنات في المره الواحده، او عايز يعمل حاجات مش كويسه مع 3 أو 4 بنات في نفس الوقت. كمان كان بيروح حفلات كتير وكمان بيشرب خمره كتير وبيمكست مع اوكي. ابتدى ان هو يكمل بقى هوياته الغريبه دي ويصرف اضعاف 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 ما هو بيقبض. في شهر سبتمبر سنه 2024 هو وليان ما كانوش مع بعض. معلش يا جماعه عايز يطلع وما ينفعش. وعلى كلام كذا محقق ابتدى روريك ان هو يبقى اوحش واعنف ويبقى شبه الزومبي. هو عارف انه معاه فلوس كتير وعارف ان هو ما عندوش حدود للصرف بتاعه لان هو عنده فلوس كتير. فايه اللي هيعمل؟ كل شويه هيبتدي يصرف اكتر، وكل ما بيصرف اكتر كل ما افعاله تبقى اوحش اكتر فاكتر. فين معنى كلمه work hard play hard؟ هو ده بالظبط اللي كان بيعمله. كان بيشتغل اكتر من 16 ساعه في اليوم، ولكن قدام ما بيقبض وقدام ما بيشتغل كان بيرجع يسهر، يشرب كحوليات، يشرب خمره، يشرب كل بقى المصايب، ويعمل حفلات وحشه عنده في البيت. ويلا يا جماعه اللي عايز يجي عندي هديله فلوس. عارفين الناس اللي معاها فلوس بيصرف كل حاجه في اي حته هو عايزها. في الوقت ده اصحابه ابتدوا ان هم يشوفوا صاحبهم بيعمل افعال غبيه جدا وبيعمل تصرفات وهو مش بيفكر، بقى غريب وبقى دايما عنيف معاهم وبيشتمهم. لما بيكلموه وبيسالوا عليه انت عامل ايه ازيك او حاجه يشتم ويعمل. ماله الراجل ده؟ حصل فيه ايه؟ ما يعرفوش ايه التغيير اللي حصل له ده. 27 اكتوبر 2014 حط روريك بوست غريب على الفيسبوك وكتب: انا قررت اتراجع على الحافه اللي انا واقف فيها واخد كام خطوه لورا. انا عارف ان قرارات المفاجاه اولها صعب، انا خايف ومتوتر بس هو ده للاحسن. بعدها ساب شغله وقرر ان هو يبقى الايميل او الريبلاي الاوتوماتيك بتاع الايميل بتاعه لما حد يبعت له ايميل: انا بره البيت دلوقتي، لو عايز تتكلم مع حد حاول تتواصل مع واحد مش مجنون ولا مختل عقليا زيي، لو عايزين تكلموا حد اكبر كلموا ربنا، او استغفر الله العظيم يا رب. في الجمله اللي هو قالها كلموا الشيطان، لان انا اعتقد ان هو قاعد مكانه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. وفي نفس الاسبوع ده اختفى شخصين من هونج كونج، ولكن ما حدش يهتم ان في هونج كونج 4000 واحد في السنه بيختفوا. فلو ركزوا مع كل الناس ممكن واحده رايحه تسهر، ممكن واحده هربت من اهلها، ممكن واحده بتعمل حاجات عاديه، فمش هيركزوا مع الكل. ولكن الغريب ان الاثنين صغيرين في السن، الاثنين قاعدين في نفس المنطقه وقريبين من بعض نفس المنطقه، والاثنين في فقط 4 ايام فرق ما بين ايام الخطف بتاعتهم. الاثنين اختفوا من نفس المنطقه اللي اسمها وان شي، ودي نفس المنطقه اللي عايش فيها روريك. تعالوا بقى نتكلم ليه البوليس شك في الموضوع. الاثنين الباك جراوند بتاعهم كان يعتبر شبه بعض. تعالوا افهمكم بقى الباك جراوند بتاعهم كان عامل ازاي. اول واحده اختفت كان اسمها سماتي فينفينج، وكان النيك نيم بتاعها أليس. سماتي كبرت في عيله صغيره في قريه صغيره جوه اندونيسيا، وبسبب قله الفلوس والعطاله
البطاله، وبسبب قله الفلوس والبطاله قررت انها تروح لهونج كونج عشان تدور على شغل عشان تلاقي فلوس وفرص احسن ليها. ففي سنه 2010 وهي عندها 19 سنه راحت او هجرت هجره غير شرعيه لهونج كونج. وطبعا عشان هي تضحي، في الوقت ده كانت هي متجوزه وحملت وولدت وسابت البيبي مع اهلها. هي وجوزها انفصلوا وراحت تستقر في هونج كونج. ابتدت تشتغل في الاول انها منظفه بيوت وتساعد الناس في بيوتها. حبه لحبه ابتدت انها تجمع فلوس، وعلى مدار الشهور والسنين قدرت انها تجمع مبلغ كويس. نقلت عيلتها البيت كويس، جابت لهم تلفزيون وغساله وانترنت، وجابت لهم كمان كمبيوتر، وجابت لهم جيتار وحاجات ترفيه. يعني نقلت اهلها من مكان لمكان. سنه 2014 قررت انها خلاص مش عايزه تشتغل منظفه بيوت، وانها عايزه تدرس، وانها عايزه تستقر. فقررت انها تسيب الشغل من هونج كونج وتروح اندونيسيا. وبالفعل اتخرجت من جامعه موسيقى، وقررت انها ترجع تاني لهونج كونج ولكن بفيزا سياحيه، وتروح تشتغل هناك دي جي. في الوقت ده يا جماعه هي قبلت انها تشتغل دي جي في كافيه، ولكن عايزه اقول لكم ان الفيزا السياحيه مش بتسمع لحد ان هو بيشتغل، يعني كان شغلها غير قانوني او غير شرعي. حاجه تانية كمان، اهلها ما كانوش عارفين لها مكان، فهي وعدتهم ان هو في نوفمبر هترجع لهم تاني. ليه بالتحديد في الوقت ده؟ لان الفيزا السياحيه بتاعتها هتخلص في الوقت ده. اصحابها كانوا عارفين انها عايشه في برج وانها بتشتغل في ديسكو، وده معناه انها بتشتغل هناك بالسر وكمان بتقبض بالليله. اخر مكان هي اشتغلت فيه واصحابها عارفين انها بتشتغل فيه هو كان بار. البار ده معروف عنه حاجتين، فيه ستات مهاجرين كتير وكمان صغيرين في السن، وبيجي له رجاله معاهم فلوس بيجوا يدفعوا فلوس مقابل ان ست ترقص لهم، تقعد معاهم، تشرب معاهم. البار ده كان موافق ليه؟ لانه بياخد نسبه من اللي انت بتعمله من الشغل. عايزه اقول لكم الستات ما كانوش بيحبوا، او الاندونيسيات هناك ما كانوش بيحبوا يشتغلوا غير في الشغلانه دي، لانها بتقبض 4 أو 6 اضعاف ما هيقبضوا وهم بيشتغلوا منظفات في البيوت. وكمان ساعات كانوا يعني بيتبسطوا ويروحوا مع الرجاله في البيت. استغفر الله العظيم يا رب. يا جماعه نصيحه، الحاجه دي مش في ديننا ومش في اسلامنا ومش في ثقافتنا حتى اصلا ان احنا حتى نتعرف عليها، بس انا بقول لكم عشان دوت في القضيه ان احنا نجرب، ان احنا نشوف، ان احنا نقلد، ده غلط وما ينفعش نعمله. يلا نكمل. الستات كانوا بيروحوا مع الرجاله البيت وبيقبضوا فلوس كتير. سماتي كانت بتشتغل في الشغلانه دي لان هي ارتاحت فيها، ولكن قبل ما فيزيتها تخلص ب4 ايام اختفت. اللي اختفت بعدها اسمها جيسيل لورينا، والاسم بتاعها كان اسمها ساسنج. اساميهم مش بعرف انطقها عادي، وانا بنطق ليه كده يا جماعه؟ عشان انا لدغه. نقطه انتهى. جيسي لما قارنا بسماتي هي كانت شبهها، ولكن مش في الشكل، كان في الخلفيه، الباك جراوند. اتولدت سنه 1984 في جزيره، وبرضه فقراء ما عندهمش فلوس ونائيه وما عندهمش اي حاجه. انتقلت في ساعتها هونج كونج 2006، وطلع لها فيزا عمل انها تبقى منظفه بيوت. في 2010 و2012 بقت تبقى منظفه بيوت. بعدها جمعت فلوس ورجعت اندونيسيا تاني لاهلها. خلصت الفلوس، قررت انها ترجع تاني لهونج كونج بفيزا سياحيه. نفس الموضوع يا جماعه. فطبعا يا جماعه الفيزا السياحيه ما بتديش اي حد شغلانه، وما كانش اي حد راضي ان هو يشغلها. فقررت انها تشتغل في شغلانات بلس 18. جيسي بتشتغل انها دي جي. تانية ساساني بتاعها دي بتشتغل شغلانه بعد الظهر. ماشي. عملت حاجه بقى غريبه، قررت انها تكسر الفيزا بشهر كامل وتقعد. اخر مره شافوها كان قبل اختفاء جيسي ب4 ايام. تعالوا بقى نتكلم. شافوها في الكاميرات وهي بتتكلم مع واحد، والواحد ده مشهور قوي وهو بيجي البار. مين بقى اللي احنا بنتكلم عنه؟ المجنونه بفلوس كتير اللي بيجي بارات كتير، مفيش غيره روريك. اللي بيطير ده كله شعر هلسنكي، مش انا كنت شايلاه؟ اللي بيطير مني ده كله شعر هلسنكي. 1 نوفمبر 2024 الساعه 1:30 بالليل كانت بتتكلم معاه قدام البار. الساعه 2:30 صورتهم الكاميرات وهم عمالين يتمشوا مع بعض. صورتهم الكاميرات بعدها وهم بيتمشوا في الطريق لبيته. بعدها صورتهم وهم بيطلعوا كمان للبيت. اخر حاجه سموها اصحابها منها الساعه 3:25 دقيقه. كلمت اصحابها وقالت لهم يا جماعه انا خايفه، في طاقه غريبه في المكان وفي طاقه مرعبه، في ريحه وحشه قوي في المكان، انا مش عايزه اقعد معاها ومش عايزه اكمل الليله. ودي اخر رساله سابتها او حد سمع عنها. وعلى الساعه 3:42 دقيقه جات للبوليس مكالمه هاديه جدا. الو، بصوا يا جماعه تعالوا فتشوا دلوقتي حالا شقتي. مين اللي كلمهم؟ روريك كلمهم وهم في الطريق طبعا، لان هو مش مكالمه حد قال لهم الحقوني انا اتذبحت انا اتقتلت انا اتعملت انا فيا، ما روحوش بسرعه، كانوا رايحين براحتهم. ولكن روريك كلمهم مرتين، وكل مره يقول لهم تعالوا يا جماعه بسرعه، في حاجه بشعه حصلت في الشقه، تعالوا انقذوا الناس. اول ما راحوا لقوا في سكينه طولها 12 انش، كوكايين والعاب بلس 18، ولكن دي كانت فقط البدايه. اول ما دخلوا في الصاله قدامهم كان في جثه. الجثه دي كان جثه جيسي، كانت عريانه تماما، كان فيها قطع هنا وقطع في الرقبه، قطع في الايدين،
وقطع في المنطقه اللي ورا وعماله بتنزف جامد. طبعا كتر النزيف عقبال ما وصل لها الاسعاف كانوا اعلنوا انها ميته. في الوقت ده روريك كان غرقان كله دم وعمال بيتكلم باسلوب غريبه وبلغه مش مفهومه، والبوليس طبعا من غير اي تفكير قبض عليه وقرروا ان هم يفتشوا بقى المكان المرعب ده، واللي هيلاقوه هيسيبهم مصدومين طول عمرهم. اخد من المحققين 8 ساعات عشان يشوفوا الاوضه والصاله والبلكونه، واول ما فتحوا البلكونه لقوا الريحه انتشرت وحشه قوي في المكان. الجيران بتاع روريك بقالهم 4 ايام بيكلموا البوليس ويشتكوا ان في ريحه ومحدش جه، ودلوقتي عرفوا الشكوى ريحتها منين او جت منين بالظبط. الريحه دي كانت جايه يا جماعه من جثه سماتي، قلت لكم انها ماتت او اتخطفت قبل جيسي ب4 ايام. طبعا هو كان هادي وما بيعملش اي رد فعل، هو اصلا اللي كلمهم. فالبوليس وهو من بعد ما قبضوا عليه قرروا ان هم يفتشوا في موبايله. اللي اكتشفوه يا جماعه اكتشاف مرعب، اكتر من 2000 صوره بيعمل فيهم افعال مش كويسه وحاجات مش كويسه في جثه سماتي. ولكن سماتي كان قاسمها نصين، رقبه وجسم. في 1500 صوره بيعمل حاجات معاها مع جثتها بس، وفي 500 صوره او 500 وحاجه صوره بيعمل حاجات مع دماغها. تخيلوا. في فيديو كمان ليه وهو عمال بيتكلم عن مستقبله اللي هيعمله في الجثه وازاي هيغيرها وازاي هيعمل فيها حاجات. في كمان فيديو ليه 4 ساعات تسجيل وهو بيتكلم بحاجات غير مفهومه وعمال بيعمل حركات قدام جثتها ومحدش فاهم حاجه. بالرغم يا جماعه ان الفيديوهات طبعا ما طلعتش للناس الا ان هم طلعوا جزء معين من كلامه كالاتي. انا اسمي روريك، من 5 دقايق بالظبط انا قتلت الست اللي قاعده جنبي دي النهارده الاثنين وهي رهينه عندي من يوم السبت. انا حاسس بحزن بسيط جدا، ولكن يا جماعه انا مش ندمان، هي كان شخص كويس بس انا مش ندمان. ايدي عماله بتترعش جامد وعايزه ارجع ولكن مش عارف ايه الاحساس ده، بس انا مبسوط. انا مش عارف اوصف اي حاجه انا حاسس بيها، بس انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي اسبوع قاعد في البيت معاها ومستني ده كل البوليس يجي ويقبض عليا او حد يجي يدور عليها ومحدش جه. انا اكلت لازانيا كتير وبيتزا كتير وكحول كتير، ولكن انا زهقت مستني البوليس يجي ويقبض عليا. ناس كتير جدا ممكن تشوفني نرجسي، ولكن يا جماعه انا مش عارف انا في ايه اللي بحس. بقيت الكلام مش هقدر اقوله ان اليوتيوب مش هيسمح بيه يا جماعه، بس كلام وتفاصيل سيئه فيها حاجات وحشه، حاجات تقلب المعده معنى اصح. بالرغم يا جماعه انه اعترف في الفيديوهات، ولكن جه قدام المحاكمه وقال لهم يا جماعه انا ما قتلتهمش، ده كان غير قصد، وقال لهم انا هقبل بس ان هو قتل غير عمد. في الوقت ده اتعرض على 4 دكاتره والاربع دكاتره قالوا نفس الحاجه، هو عقليا عاقل ولكن في وقت الجريمه مش عارفين حصل له ايه. طبيعي يا جماعه واحد بقاله اسبوع كامل بيشرب خمره كل يوم، مش كل مليون مره في اليوم، وبياكل معاها بيتزا وبيشرب معاها كده، طبيعي ان هو مش هيبقى عاقل. واتحددت محاكمته اكتوبر 2016. قال لهم ان هو قابل سماتي في الفندق اللي جنب بيته عشان هو كان مأجرها يعني لمده اسبوع، هي والناس يعني بيعملوا حفلات بدون تدخل في اي تفاصيل ملهاش لازمه. بعدها قرر ان هو يقابلها تاني وقال لها انا هديكي $10,000 هونج كونج لو انتي قعدتي معايا ليله كامله، ولكن الليله الكامله دي اتحولت 3 ايام من العذاب. كان مجهز العاب وكماشه وشاكوش وحاجات بلس 18 وابتدى ان هو يعذب فيها. وفي يوم اكتوبر الساعه 12:30 خلص عليها وسابها في البيت. صورته الكاميرات وهو بيتمشى في الشارع، قعد يتمشى شويه وبعد ساعه رجع البيت وكان معاه شنطه. الشنطه دي فيها مسامير وكماشه وشاكوش وشنيور وحاجات ما تعرفوش بقى هيركب دولاب ولا هيعمل ايه. بعدها طلع من البيت تاني وراح البار، وهنا قرر يشوف ضحيته التانية اللي هي جيسي اللي شغاله دي جي. وزي ما شافوا هما اتقابلوا جوه البار، وبعدها طلعوا والكاميرات قابلتهم، وكان اخر كلام ليها مع اصحابها، وبعدها بساعتين بالظبط كان مخلص عليها. الادله على روريك كتير جدا، صور وفيديوهات والدي ان ايه وهو معترف والحاجات اللي موجوده عند في البيت، الجثتين. كان شخص مش طبيعي. في المحاكمه القاضي اتعصب عليه وقال له انت انسان مش محترم ومش عارف افعالك ومش ندمان عليها. بسبب ادمانك للكحول وبسبب فلوسك الكتير ضيعت حياه شخصين. اي نعم هم مش كويسين وبيعملوا حاجات مش كله هيقبلها، ولكن انت اخدت حياه شخصين مش بايدك ومش بقرارك ان انت تنهيهم. 6 نوفمبر 2016 اتحكم عليه بحكمين مدى الحياه. وطبعا يا جماعه مع التنفيذ عايزه اقول لكم ان جثه سماتي وجثه جيسي كل واحده راحوا لاهلهم ودفنوهم. اهل جيسي كانوا بيقولوا انها كانت الظهر والعمود بتاع البيت، ودلوقتي البيت وقع من غير. مقابله بقى صحفيه مع حبيبه روريك القديمه وقالت انها لسه بتحبه وان هو استحاله كان يغلط واكيد في حاجه غلط واكيد في حد اثر عليه، ومن الحب ايه معمى بالظبط. روريك كان قايل على نفسه ان هو شخصيه نرجسيه وغير عاقل ومش كويس. تعالوا نتكلم في حاجه بقى. مستقبل وفلوس وماضي وحياة روريك كانت مختلفة تماما عن حياة الناس اللي واخدهم. مع فلوس، معارف، أهله بيحبوه، بيتعاملوا معاه كويس،
حتى ناس تانيين معهوش فلوس راحوا المفروض ان هم بيشتغلوا بس شغلانات مش كويسه وعشان ان هم يجيبوا فلوس لاهلهم. ما هو معاه فلوس لا نهائيه وهم بيعدوا الفلوس اللي بيصرفوها عشان يساعدوا اهلهم. الموضوع مرعب ان هو ازاي اختار ان هو يصطاد ضحايا ويعرف نقطه ضعفهم عشان يستخدمها. قصه حزينه جدا بتورينا ازاي الناس اللي بتطلع بره البلد بتشتغل ممكن تتعب وتشقى. مش كلامي على البنتين، انا مش قابله او مش هتقبل طريقه شغلانتهم. واحده منهم كانت شغاله دي جي ماشي، التانية كانت شغلتها مش كويسه. ولكن يا جماعه الناس فعلا، في ناس بتهاجر وبتسيب اهلها وبناتها عشان تتعب وتشقى. في ناس فعلا بتتهان كل يوم عشان تطلع بفلوس لاهلها واولادها. صعب قوي ان يبقى في حياتنا ناس مريضه وفي الحياه ناس بتستغل نقطه ضعف وفقر وتعب الناس علشان يعملوا حاجات لملذاتهم. لو انت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي وعندك اهلك او باباك ومامتك بيشتغلوا بره مصر او حتى جوه مصر، العيشه صعبه قوي دلوقتي. اتمنى ان انت تقوم وتشكرهم على كل لحظه وكل تعب وكل ذره هما بيتعبوها. ماما انت دايما بتتفرجي عليا لاخر الفيديو، شكرا لكل حاجه انت عملتيها لنا، شكرا لكل تضحيه انت عملتيها لنا انت وبابا، شكرا لكل حاجه انت لسه بتعمليها وهتعمليها. يعني انا ممنونه لك وانا بحبك قوي. نيابه عني انا ومحمد وياسمين ونرمين الله يرحمها، شكرا. نتمنى ان احنا نوفيكم نص التعب اللي انتوا تعبتوه وبتتعبوه عشاننا. مش معنى ان احنا معناش فلوس او ان احنا حالتنا مش كويسه ان احنا نعمل حاجات بره المبدأ بتاعنا علشان نريح نفسنا. في الاخر يا جماعه اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، واللي بيتعب وبيصبر بيلاقي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.